السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع يهم أي سيدة حامل تقريبا في الشهر السادس والسابع، بتسأل السؤال ده للدكتور المتابعة معاه أو بتسألهوني في العيادة. هنتكلم النهاردة عن موضوع الحموضة. موضوع الحموضة هو موضوع مهم جدا يجي لكل سيدة، وبتيجي تسأل الدكتور بتاعها: يا دكتور أنا في الشهر السادس والسابع وعندي حموضة. فتقوم مامتها قايلة في القعدة إن ده من شعر العيل أو الجنين هو اللي بيعمل الحموضة دي. طبعا البنوتة لو قالت الكلام ده للدكتور، الدكتور بيبهدلها يعني، ويقول لها إن ده كلام غير علمي، ويغسلها وينشفها ويروقها خالص. لكن عايزينك في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن إيه الجزء العلمي في الموضوع ده، وإزاي نتغلب على موضوع الحموضة، وهنعرفك ايه اللي ممكن تعمليه او ما تعمليهوش يقلل المشكله دي. في اسباب علميه معروفه للحموضه اثناء الحمل، اولها بطء حركه الجهاز الهضمي من المعده الى القولون، ان الاكل نفسه حركته بطيئه فبيبقى هضمه صعب جدا، حتى لو كلتي حاجه بسيطه جدا بتبقى هضمها صعب. عشان كده اكل الحاجات التقيله عن القولون زي الكشري او الطعميه او الحواوشي او اي اكل تقيل فيه ثوم وبصل كتير، ده بيبقى مرهق جدا للقولون ويزود الحموضه بتاعه الجهاز الهضمي. الحاجات اللي فيها برضو فلفل وشطه كتير او توابل كتير بتعمل حموضه. طبعا بالاضافه الى اهم حاجه العشاء المتاخر، الناس اللي بتتعشى الساعه 11 و12 و1 بالليل دي معرضه جدا للموضوع الحموضه، والحموضه بتبقى متراكمه، يعني كل يوم بيبقى اسوأ من اللي قبله، وده بيعرضنا لموضوع قرحه المعده والتهابات المعده، وباب تاني مش كويس مش عايزين نخش فيه. لكن في جزء من الموروثات الشعبيه تم بحثه علميا، وهو شعر العيل او الجنين وعلاقته ايه بالحموضه، وثبت من خلال البحث التالي ده. البحث ده اتعمل سنه 2016 واجري على 64 سيده كانوا كلهم بيعانوا من الحموضه اثناء الحمل، وتم تصوير الاجنه بعد الولاده، يعني كل ست عندها حموضه الجنين يتولد يصوروه، وبيقارنوا بعد الولاده مباشره، وبيقارنوا الاجنه ببعض وصورها ببعض ومعدل الشعر. لقوا ان 78% من اعراض الحموضه ما كانش لها دعوه بنوع الجنين، ولد زي بنت، يعني ولد وبنت ما تفرقش في الحموضه، وملهاش علاقه بوزن الام ولا سنها ولا عدد مرات الحمل، يعني المره الاولى زي المره الثانيه زي المره الثالثه زي المره الرابعه، كله زي بعضه. كل ده ما كانش له علاقه مثبته بالحموضه. ولكن اللي تم اثباته في البحث ده هو اثبت ان شعر الجنين له في علاقه ما بينه وبين الحموضه ومعدلها، ان 28 سيده من السيدات اللي قلنا عليهم دول اشتكوا من الحموضه، كان ما بينهم 23 جنين شعره طويل، و12 سيده ما اشتكوش من الحموضه كان بينهم 10 اجنه شعرهم كان قصير. من البحث ده نثبت ان موضوع الشعر بتاع الجنين فعلا له دور، لكن تفسيره ايه مش معروف. وده يثبت ان مش كل كلام تيتا غلط، او كل حاجه الموروثات الشعبيه اللي بنسمعها من ماما او تيتا او بابا الكلام ده غلط، لا طبعا، لكن فايده العلم ان هو يثبت او ينفي الكلام ده. في نهايه الفيديو بتاعنا بنقدم نصايح مهمه جدا علشان الحموضه: تجنب العشاء متاخر، تجنب الاكل السبايسي، الشطه، الفلفل، التوابل، الحاجات دي كلها ممنوعه. الحاجات اللي فيها كربوهيدرات كتير زي الدقيق من الحاجات اللي بتعمل حموضه عاليه جدا، يبقى يفضل نبعد عن الدقيق الابيض زي البيتزا، العيش الفينو، القراقيش والقرص، الحاجات دي كلها بتزود الحموضه. وجباتنا تكون صغيره، ما نشبعش، يعني كل ساعتين ثلاثه ناكل اكل خفيف. بعد كده بناكل خضار وفاكهه كتير ونشرب ميه كتير على مدار اليوم. واخف وجبه بالنسبه لنا في اليوم تبقى وجبه العشاء. العشاء عباره عن تفاح، زبادي، موز، حاجات خفيفه جدا ما تبقاش تقيله على الجهاز الهضمي. ممكن ناخد مضادات للحموضه بسيطه اثناء الحمل، دي ممكن بتساعدنا سواء كانت موضعي او بتقلل افراز حموضه المعده، وده كله بيساعدنا ان احنا نعدي الحمل بسلام وما يبقاش فيه مشاكل او ضغط او زهق. وفي نهايه الفيديو بنقول لكم ربنا يتم لكم على خير حملكم، ومش كل حاجه تيتا تقولها غلط.